الزمالك بأقل القليل بيقدر ان هو يفوز على حرس الحدود ب3 اهداف مقابل لا شيء. الزمالك بأقل الفرص وبأقل حضور جماهيري بيقدر ان هو يفوز على حرس الحدود ب3 اهداف. اذا هل فوز الزمالك النهارده بشرة خير لجمهور الزمالك يستبشر خير الفترة الجاية، ولا فوز الزمالك النهارده عامل ازاي يا سادة؟ خليني انا اقول لكم، وطلعت قبل كده قلت في فترة من الفترات النادي الاهلي بيفوز ولكن النادي الاهلي مش كويس، وهو فوز معنوي لا اكثر. كذلك الزمالك النهارده هو فوز معنوي لا اكثر. انت المدرب الجديد قاعد بيتفرج عليك من المدرجات، يعني من المفترض انك كلاعب كرة قدم تموت نفسك في ارض الملعب علشان تثبت نفسك للمدرب الجديد وتقول له انا اهو، ولكن ده ما حصلش النهارده من لعيبه الزمالك على ارض الملعب. هل الخطه هي اللي ظلمت لاعبي الزمالك؟ يمكن، ولكن مهما كانت الطريقه اللي بيلعب بيها نادي الزمالك في ظل دفاع حرس الحدود الضعيف جدا، وفي ظل انك بتلاعب فريق في اخر الدوري، في اخر ترتيب الدوري، فطبيعي جدا ان انا مهما كانت الخطه اتحرر كلاعب كره قدم، العب واطلع اللي عندي وابين مهاراتي، ولكن ده ما حصلش تماما. في رعونه كبيره من وجهه نظري في اداء نادي الزمالك. ازاي تسيب الكوره لحارس الحدود؟ بنتكلم على فريق اخر الدوري، تسيب له الكوره تماما، وكل همك وكل اللي انت بتلعب عليه هو الهجمه المرتده، ان انا اعمل هجمه مرتده اجيب منها هدف، او ان انا اجيب خطا او فاول من على المنطقه اسجل منه هدف. وده اللي حصل بالفعل في الدقيقه 14. نادي الزمالك بياخد خطا على مشارف المنطقه بيقدر ان هو يترجمها لهدف اول في المباراه في الدقيقه 14، ومن الدقيقه 14 تقريبا من بعد الهدف الاول لحد الوقت البدل الضايع الزمالك مش ماسك كوره. الزمالك لا حول ليه ولا قوه. حرس الحدود مستحوذ، خلينا نقول ان حرس الحدود مستحوذ دون خطوره، ولكن هي حاجه سيئه جدا جدا ان فريق في اخر الدوري يستحوذ عليا انا كوره كزمالك، ايا كان بيمثل بيها بقى خطوره او ما بيمثلش خطوره، مش مهم. المهم ان هو مستحوذ على الكوره، وهو فريق اخر الدوري مستحوذ على الكوره عليا انا كزمالك. دي حاجه وحشه جدا في حقي. بنوصل لحد الوقت البدل الضايع زي ما قلنا، وفاول تاني وخطأ تاني من على مشارف المنطقة، خطأ ساذج جدا من دفاع حرس الحدود اللي مقدم مباراة مهزلة حرفيا. زيزو ظهره للمرمى وفاضل حوالي ثواني والشوط الأول أصلا يخلص، فيقرر ان هو يعمل خطأ مع زيزو علشان يكون الهدف الثاني لحسام عبد المجيد. وخلينا نقول ان ده سادس هدف لحسام عبد المجيد، ال6 اهداف بالراس وال6 اهداف اسيست من زيزو. في الوقت البدل الضايع في نهاية المباراة خالص نادي الزمالك بيسجل الهدف الثالث من تسديدة. في الشوط الثاني برضو ككل حرس الحدود ماسك كوره. خلينا اقول هجوم حرس الحدود افضل بكتير جدا من دفاعه. دفاع حرس الحدود سيء جدا جدا جدا، ونادي الزمالك لو في حالته وبشخصيته واللعيبه واقفه على رجلها ومتحرره وعايزه تقدم حاجه وعندها حميه على التيشيرت، اعتقد ان حرس الحدود النهارده كان ممكن يخسر بخماسيه بسداسيه، كان ممكن يخسر بعدد اهداف كبير جدا جدا. ولكن الغريب النهارده ان حرس الحدود كان ممكن يعمل نتيجه ايجابيه بمنتهى السهوله، ولكن اعتقد ان حرس الحدود بالجهاز الفني باللعيبه ما حضروش للمباراه كويس، ما حضروش للمباراه بالشكل اللي يليق بيها. وخليني ابدي اعجابي بزيكو لاعب حرس الحدود، لعيب مميز جدا ولعيب الكوره في رجله حلوه وهايله. فخلينا نقول ان هو فوز معنوي ليس اكثر لنادي الزمالك النهارده. هل الفتره الجايه نادي الزمالك مستواه هيتطور؟ هنشوف ايه اللي هيحصل مع المدرب الجديد، ولكن فوز النهارده ما يغيرش اي حاجه من كون نادي الزمالك او من كون المدرب الجديد قدامه مشوار كبير جدا لازم يشتغل فيه، ولازم يشتغل على اخطاء كتيره جدا موجوده في نادي الزمالك، من حيث اللعيبه اللي فاقده الشغف تماما لكره القدم، من حيث تغيير طريقه لعب، وحاجات كتيره جدا مطالب بيها المدير الفني الجديد لنادي الزمالك اللي كان بيتفرج النهارده من المدرجات. ومفاجاه كبيره بالنسبه لي ان اللعيبه ما حاولتش تظهر قوتها، ما حاولتش تستعرض زي ما بنقول كده عضلاتها كرويا في ارض الملعب عشان تقول للمدرب انا اهو. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. رايكم في فوز نادي الزمالك النهارده؟ هل هو فوز معنوي ولا نادي الزمالك بيبدا يرجع للطريق الصحيح؟ حلقتنا خلصت، سلام.